على عيونكم ومساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة. كل سنة وانتم طيبين، داخلين على عيد الربيع بقى وشم النسيم. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى فطاير وأحلى معجنات لشم النسيم. هنعمل مع بعض البريوش أو الشريك أو المنجقونة البورسعيدي، زي ما كل بلد بتسميها أو زي ما كل منطقة بتسميها. هنعملها بعجينة سهلة وسريعة. عملنا 15 قطعة من البريوش بنص كيلو من الدقيق وبيضة واحدة. شايفين شكله حلو ازاي ولونه ذهبي؟ وهقول لك كمان على طريقة التسوية الصح اللي هتخليه طري وهش ويطلع معاكي جميل. كلنا عارفين ان اولادنا بتحب البريوش، بتحب العجينة الهشة، خصوصا بقى لو حطيتي عليها سكر هيطلع خطير جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. تعالوا اوريكم شكله. عايزه اقول لكم العجينه طريه جدا وهشه جدا. يلا بينا على الطريقه ويلا نبتدي مع بعض. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق. الدقيق اللي انا مستخدماه النهارده متعدد الاغراض او الاستخدامات، تقدروا تستخدموا اي نوع دقيق انتوا حابينه. مهم قوي ان احنا بس ننخل الدقيق قبل ما نستخدمه. بعد كده حطيت نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من الخميره، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص كوبايه من السكر. كل دي مكونات الجافه بتاعتنا. يبقى انا حطيت ايه هنا؟ حطيت نص كيلو من الدقيق، حوالي 4 كوبايات ونص من كوباية الشاي العادية. حطيت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية من السكر. هنزل بقى عليهم ببيضة بدرجة حرارة الغرفة، وربع معلقة صغيرة من الفانيليا. هبدأ أقلب البيضة كده شوية صغيرين مع الدقيق، وهننزل عليهم بربع كوباية من الزيت. ضمن المكونات سهلة وبسيطة جدا. شوفوا بقى انتوا هتعملوا بالكمية الصغيرة اللي احنا عاملينها دي 15 قطعة من البريوش. لو بتشتري قطعة واحدة من بره هتدفعي فيها مبلغ وقدره. النهاردة هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وهنلم العجينة دي كلها بكوباية واحدة من اللبن الدافي. يعني عجينة مفيش أبسط من كده، تقدري تقومي تعمليها لأولادك. حلوة قوي وهتنفعكم في فطار شم النسيم مع البيض الملون. هنعمل مع بعض كل الافكار بتاعت شم النسيم. هنبدا مع بعض النهارده بس بالمعجنات، وهنبدا بعد كده نعمل البيض الملون. استنوا فيديو البيض الملون، هنعمل فيه افكار كتير جديده وسهله وسريعه ولذيذه جدا، هتفرحكم وتفرح اولادكم. اول ما بحط اللبن كله بحس ان العجينه مفروله شويه، وتحسوا ان كميه السوائل قليله. اوعي تقلقي خالص ولا تزودي سوائل. هتفضلي تعجني فيها حوالي 10 دقايق، هتلاقي العجينه بدات تلم معاكي وتسيب البوله اللي انتي بتلمي فيها وتبدا تلم على بعضها. مهم قوي ان احنا نلم بس العجينه شويه صغيرين. هي العجينه بتبقى بتلزق زي عجينه البيتزا بالظبط. هنفضل نعجن فيها لحد ما تتلم معانا هي زي ما انتم شايفين كده، وتلاقوا الطبق بقى نضيف خالص معانا. هنبدأ بقى نجيب استرتش راب ونبدأ نغطيها ونسيبها تخمر لمدة ساعة. لو هتسيبيها في فصل الشتاء يبقى هتسيبيها ساعة، لو هتسيبيها في الصيف ممكن تسيبيها نص ساعة وهتلاقيها خمرت معاكي وبقت زي الفل. هنركنها على جنب بقى ونرجع بعد الساعة نبدأ نشكل معاها الأشكال البريوش. هنا بعد ما فات ساعة هتلاقوا العجينة تضاعف حجمها. هنديها بقى البوكس المتين ونبدأ نعجن فيها عجنة صغيرة، وبعد كده نلم العجينة ونشوف هنشكلها ازاي. انا النهاردة هعمل لكم الشكلين المميزين للبريوش. هنعمل مع بعض الشكل الاول وهو الشكل التقليدي جدا للبريوش، وهو الشكل الحلزوني. هبدأ اجيب العجينة زي ما انتم شايفين كده واعملها رول كبير، وابدأ اقطعها بقطعة البيتزا او بالسكينة قطع كده بالطولية. وهنبدأ ناخد قطعة قطعة بقى نبرمها ونعمل مع بعض الشكل التقليدي بتاع البريوش. ايه هو بقى الشكل التقليدي بتاع البريوش؟ الشكل المبروم اللي هو الحلزونة، بيبقى شكله حلو جدا وبيطلع شكله جميل قوي. هقول لكم كمان على افكار لتزيينه. ممكن تحطوا زي ما انتم شايفين بنبدا ناخد قطعه من العجين ونبدا نبرمها. طبعا العجينه عشان خمرانه كويس ومستريحه هتلاقي العجينه بتتفرد معاكي بسهوله. هنبدا نتني اول جزء كده تانية صغيره وبعدين نبرمه، وفي اخر جزء من العجينه هنبططها ونحطها تحت اللفه اللي احنا لفيناها علشان ما تفتحش معانا، ولما تيجي تنفش وتخمر عشان هي لسه هتخمر مره تانية تقب معانا وتدينا الشكل الحلزوني الحلو اللي متعودين عليه. وده الشكل التقليدي للبريوش. ممكن في الخطوة اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي تزينوا البريوش ده بقطعة من الكريز قبل ما تدخلوها الفرن. وممكن وانتوا بتشكلوا البريوش على شكل حلزونة ممكن تحطوا قطعة من الفواكه المجففة او الزبيب، برضو بيطلع طعمه حلو قوي وهيطلع خطير. انا النهارده هعمل لكم البريوش بالسكر.
طبعا كل الاولاد لا تختلف عليه، طعمه بيطلع جميل جدا، والكبار كمان بيحبوا البريوش بالسكر، بيطلع حلو قوي وياخد لون ذهبي قمر جدا. انتوا ممكن كمان بدل ما تحطوا سكر على الوش، بعد ما يستوي خالص تبدأوا تدهنوا الوش بالشربات او بعسل النحل، هيطلع معاكم خطير. هنبدأ بقى نعمل الشكل التاني او الرسمة التانية بتاعة البريوش، هتبقى شكل الضفيرة. هناخد قطعة من العجينة ونبرمها زي ما احنا بنبرم كده، ونقسمها نصين، نتنيها على اتنين، ونبدأ نجيب قطعة تالتة ونحطها في النص، ونبدأ نضفر كأنك بتضفري ضفيرة عادية خالص. ومهم قوي في آخر العجينة نقفلها على بعض، وده شكل الضفيرة بتاعتنا. ضفيرة سهلة وسريعة ومفيش أسهل من كده. هنبدأ نحط كل العجينة دي في صاج مش مدهون أي حاجة خالص غير زيت. يعني أنا بدهن الصاج دهنة بسيطة بس من الزيت، وأبدأ أحط العجينة بتاعتي. هسيبها لمدة نص ساعة بعد التشكيل، هتخمر لمدة نص ساعة، هتلاقوا العجينة قبت معانا ونفشت. طبعا انتوا عارفين ان البيض غالي جدا، ويدوبك احنا استخدمنا بيضة واحدة في العجينة عشان نخليها عجينة اقتصادية وسهلة كده. هنبدأ ندهن الوش بمعلقة كبيرة من اللبن، وبعد كده هنرش عليها رشة من السكر العادي، سكر السنتر فيش. لو حابين تاخد لون ذهبي اكتر شوية، ممكن تدهنوها بصفار بيضة زي ما انتوا حابين، او ممكن تدهنوا بمعلقة نسكافيه مع معلقة سكر. ولكن اللبن لوحده هيديكي لون حلو قوي. وممكن كمان لو متوفر عندك عسل، ممكن تحطي مع اللبن عسل، هيديكي لون ذهبي قمر قوي وهيطلع حلو جدا. زي ما انتم شايفين انا بدهن صف صف، وبعد كده ببدأ ارش رشة صغيرة من السكر عشان يمسك معانا. لاحظوا ان اللبن مش زي البيض، ما بيقعدش على العجينة فترة طويلة، بينشف بسرعة. فمهم قوي مجرد ما امسح على العجينة باللبن، ارش على طول سكر عشان يمسك فيه مباشرة. هندخلها بقى في فرن على درجة حرارة 200، بتخش الرف الوسطاني. التسوية بتاعتنا مهمة جدا. انا ببقى مشغله الفرن قبل ما ادخلها حوالي 10 دقايق، اكون مسخنه الفرن كويس قوي. وبعد كده بدخل الصينيه بتاعتي في الرف الوسطاني، بولع عليها من تحت، وبتاخد حوالي 10 دقايق لربع ساعة. ممكن تولعي عليها 5 دقايق لتحت، وبعد كده لو عندك الفرن بيولع من فوق ومن تحت تولعيهم مع بعض في آخر 10 دقايق. هي إجمالي بياخد ربع ساعة في الفرن، ما بياخدش أكتر من كده. عايزة أقول لكم اللون اللي انتوا شايفينه ده أنا مشغلتش الشواية خالص، الفرن عندي كان عالي فأخدت لون بسرعة من غير ما أشغل الشواية. ممكن ما تحتاجيش تشغلي الشواية، لكن لو الفرن بتاعك هادي شوية صغيرين ممكن بقى تاخدي لون من تحت. وبعد كده تشغلي عليها الشواية دقيقتين 3، وتفضلي تلفي في الصينية عشان تاخد كلها لون واحد. أول ما تطلع وهي سخنة زي ما انتم شايفين كده، بندهنها دهنة بسيطة بالزبدة أو بالسمنة، تديها لون ذهبي حلو قوي. وبعد كده بنسيبها تبرد على الصاج بتاعنا، وبعد كده تقدروا تحطوها في أي علبة عندكم. تعالوا أوريكم واحدة، أوريكم قد إيه هي طرية وهشة ولذيذة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. عملنا مع بعض النهاردة البريوش، شايفين قد ايه هي طرية وهشة. حبيت اوريكم واحدة من غير السمنة، بيبقى السكر كده على الوش واللمعة بتاعتها جميلة قوي، واخدة لون ذهبي من تحت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هستنى اراءكم وتعليقاتكم، ما تنسونيش في اللايك الامر، وشكرا لكم على المشاهدة، وانتظروني في وصفات اخرى. باي باي.